هاد القوانين هادو شنو تيقولوا؟ كيقولوا بانه سيدي. السلام عليكم، عندي واحد السؤال. انت ولا انت كتعرفي المدونه ولا نشرح لكم هذا الموضوع ديال المدونات الاسره؟ تتعلق بالمدونه من البارح اليوم. اغلب النساء في تيك توك طارقين. هاد القوانين هادو شنو تيقولوا؟ كيقولوا بانه سيدي انت الا كانت عندك الدار، نعم سيدي كان عندك الدار ديالك يعني قبل من الزواج، وهذه اكثر حاجه خالعها الرجال. الا كانت عندك الدار وتزوجتي بنت الناس ووقع بيناتكم جدال وانفصلتوا، بطبيعه الحال الدار غتديها لك وانت غتخرج للزنقه. هذا كما قلت لكم واحد من الحوايج اللي تبارطاجاو يعني في هذا الشيء اللي غيكون في مدونه الاسره. كذلك يعني الاوراق ديال الوليدات ما غاديش تبقى المراه محتاجه انها تاخذ الاذن ديال الراجل، ممكن انها تصاوب الاوراق ديال ولادها، تصاوب اي حاجه كتخص ولادها بلا ما تاخذ الاذن ديال الراجل، وممكن تسافر كذلك مع وليداتها. زيد على ذلك انه 20% من الخلصه ديال الرجل غتمشي من الكونت ديالو الحساب ديالها هي بلا ما ياخذوا الاذن ديال الرجل، لانه صافي داكشي كيتقطع ديريكت. يعني هادو هما القوانين بطبيعه الحال اللي تبارطاجاو في مواقع التواصل الاجتماعي واللي رونوا مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن انا دابا واحد الحاجه نموت ونعرف يعني شكون هو هذا اللي بارطاجا بعدا هاد القوانين هادو، منين جاوش ومنين جابوهم اصلا. هاد القوانين هادو الان انا اللي بغيت نفهم منين نزلوا. كل ما في الامر انه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله عطى تعليمات لرئيس الحكومه السيد عزيز اخنوش عبر الرساله المهم صيفطها ليه، قال ليه انه خاص يتم التعديل يعني في القوانين ديال مدونه الاسره غيكون فيهم تعديل. ولكن لحد الان راه مازال دراسه، مازال بزاف ديال الحوايج، والاجل ديال هذا التعديل هذا المده ديالو 6 اشهر، يعني من هنا ل 6 شهور يلا يعني الحكومه غادي تعدل يعني في داك الشيء ديال مدونه الاسره، عادي تعرض على صاحب الجلاله الملك محمد السادس والملك كذلك يدرسوا ويشوفوا كذلك شنو اللي غيدار شنو اللي ما غيدار، عاد داك الشيء كيطبق وكيخرج للوجود. السلام عليكم، عندي واحد السؤال. الله يرحم والدينا لما تعاونوني نلقى ليه او ليه الجواب. كيفاش ممكن تقنع واحد العدد كبير ديال المغاربه في لي ريزو سوسيو بان هادشي اللي كيروج على مدونه الاسره ما منوش، بان هادشي اللي كيروج كذوب، بان هادشي اللي كيروج فيك نيوز، بان هادشي اللي كيروج خريق؟ مازال ما كاينش، مازال ما بداتش الخدمه على مدونه الاسره، مازال الناس يلاه داروا اجتماع ولا جوج، عاد كيتلاقاو، عاد غادي يشوفوا، عاد غادي يفكروا، عاد غادي تبدا الخدمه. وبان الاجل اللي عطاهم الملك في الرساله اللي صيفط لرئيس الحكومه 6 شهور، بمعنى 6 شهور عاد غادي يبان اللي يبان، وما غيبانش من بعد 6 شهور، لانه من بعد 6 شهور المشروع ديال المدونه الجديده غادي ترفع الى الملك محمد السادس كيف ما جا في الرساله. وكاينه مساطر وكاينه اجراءات وكاينه قواعد ديال العمل. ما فهمتش منين جابوا الناس هذا الشيء، ما فهمتش هذه الماكينه اللي طبخات هذا الشيء وخدماته وخرجته لعباد الله. هذا الشيء ماشي نقول خطير، ولكن كيبين كيفاش كنستهلكوا اي حاجه في لي ريزو سوسيو، اي موضوع نلوحوا فيه الفيك نيوز ونخليو الناس كيتداولوا على اساس انه حقيقه. والله ما حقيقه، والله باقي ما بداوش، والله عيب الله ما كاين هادشي. شي طريقه اخرى باش نقنعوا هاد الناس بان هادشي كذوب، اللي عنده شي طريقه يقولها لي الله يرحم الوالدين، ولكن راه كذوب. عيب الله بركه ما تبارطاجيو شي حاجات ما كاينينش. الاجتماع ولا جوج اللي داروا، المشروع ما غيكون موجود الا من بعد 6 شهور، نص عام، وكيترفع للملك، عاد كيقدر يامر بوضعه في المساطر القانونيه. لما مازال ما كاين والو، المدونه الحاليه باقه كيف ما كانت. ما تسبقوش الله يرحم الوالدين، ما تسبقوش وما تتيقوش. وهادشي اللي عندي انا. السلام عليكم. انت ولا انت كتعرفي المدونه ولا نشرح لكم هذا الموضوع ديال مدونات الاسره؟ غنقول لك دابا باش ما نطلبش منك تكمل الفيديو حتى الاخر، ما غاديش نقول لك كمل باش تفهم، لا نقول لك دابا باش بغيتي تمشي غير سير. الفيديوهات والفصول القانونيه والمدونات الاسره كامله اللي كتناقشنيهم في مواقع التواصل الاجتماعي زيرو، خاويه، ما كاين منها والو والو ولا مقتضى واحد غيدوز، ماشي ولا صافي غيدوز، مازال كاين والو. هذوك القضاة اللي كيدوزوا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي خارجين بالثلج راه ما عقلهم راه خاوي، راه غير هضره القهاوي وهضره ديال السوق اللي كدور، اللي ولا كلشي كيفهم كلشي ولا باغي يهضر على مدونه الاسره ويهضروا على اساس صافي القران منزل خصو يتطبق. راه ما كاين والو، الناس راه يلاه جالسين كيحطوا في مدونه الاسره، باقي ما دخلات لا المجلسين يتصادقوا عليها لا حتى شي حاجه، وجالسين كنخلعوا في عباد الله. يكفي هذا العز اللي عندنا الاقتصادي، بعدا المغاربه بعدا ما عندوش الفلوس باش يتزوجوا، عاد يقول لك لا راه غيقطعوا ليه 20% من الصالير، عنده هو الصالير بس تقطع عليه. الناس راه 70% ديال الشباب اليوم راه ما لقاش باش ما عندوش افكار الزواج، عاد باش يدوز لمدونه الاسره. غنصرح لك بهدوء الشريف، مدونه الاسره اليوم فعلا كانت واحد المدونه الاسره اللي بدات من الستينات مثلا وجايه لعندنا، تغيرات في 2003 2004 بناء على مجموعه ديال المعطيات، حيت في السبعينات والثمانينات سوق الشغل المراه ما كانتش فارضه فيه نفسها،
2003 2004 بدات المراه كتخرج لسوق الشغل، ولينا كنشوفها موظفه بكثره، ولينا كنشوفها كتزاحم الراجل في مجموعه ديال الاشياء. هنا خصنا فعلا نبدلوا المدونه ديال الاسره بحكم ان تغيرات في الاسره شي اشياء، ما بقات الاسره الزوجه جالسه في الدار، ولات كتخرج، ولاو كيبانوا شي اشياء، ولاو كتبانوا شي اخطاء. المدونه القديمه كانت تعتمد على الفقهاء، وفعلا الشريعه كنا الحمد لله، وفعلا باش نكون واقعيين ونمشيو للاحصائيات غنلقاو نسبه الطلاق ملي كانت الشريعه اللي فرضت نفسها في القانون ديال مدونات الاسره او في مدونات الاسره، كان نسبه الطلاق قليله بزاف مع المدونه اللي كانت في 2004 اللي تمشات بها 2004. الاسباب والمسببات نقدر نقول انا بالراي ديالي الشخصي هو ان ولات الزوجه عندها القرار ديال طلاق الشقاق، وانها تلجا للطلاق عكس الماضي. كان دائما الزوج هو اللي عنده انه القوه انه يقدر يمشي يطلق. كانوا مجموعه ديال الامور تغيرات، التغير كيجي بناء على التغيرات ديال المجتمع وتغيرات الاسره. الاسره ديال اليوم ماشي هي الاسره ديال 2004، ماشي هي الاسره ديال 2000 ديال 90، ماشي هي ديال 80، ماشي هي ديال 60، ماشي هي ديال 50. الزوجه والنساء كيتبدلوا، الاسره كتبدل. ما غندخلش معاك في الشكل الاجتماعي، والناس راه ما عندهمش اصلا باش يتزوجوا، داكشي هضره اخرى. غنهضر معاك باش نوضح الزوبعه اللي نايضه على مدونه الاسره والقوانين اللي كتهضروا غيقطعوا من الاجر ديال 60%، 20% من الصالير ديال الموظف المغربي الا كان مزواج وطلق. الزوجه الا طلقات غادي تمشي تزوج عاوتاني وتبقى وليداتها، ويبقى الراجل يعطيها النفقه. كاين مجموعه ديال الامور. الزوج غيمشي للحبس الا ما خلص غير شهرين. المراه يمكن لها تخرج ولادها، واخا اصلا حتى في القانون ديال دابا الراجل وما عندوش حق يخرج ولادو على برا، حتى واحد ما عنده الولايه ولا عنده الصفه انه يخرج وليداته على برا، لكن هما واصلين للسن القانوني بلا موافقه ديال الطرفين بجوج. هي بغات تخرج راه من عندها الحق تخرج الا وافق لها الزوج، والزوج كذلك اللي بغى يخرج راه خص الزوجه توافق ليه. تنبقاو نناقشوا غير بلا وعي، كنبداو نناقشوا كنفهموا سبحان الله العظيم في الكره، وكنبداو نناقشوها بحيثياتها، كنناقشوا في الطب بحيثياته، ونبداو نعطيو الوصفات الطبيه، كنبداو بوضوء الشريف بوضوء باكين باولا. كنا نناقشوا شي حاجه يخرج لمدونه الاسره وتناقش. فعلا انا عندي مؤاخذه كنت كنتسنى مثلا رئيس الحكومه من اللي عطى الاوامر الوزير العدل والرئيس النيابه العامه والرئيس المجلس على السلطه القضائيه، كنت كنتسنى شي واحد من المجلس العلمي مثلا، او شي واحد من الفقهاء يكون حاضر. ما عرفتش الاسباب علاش وكيفاش، ولكن اعتمد وجلاله الملك كان واضح في الخطاب ديالو اننا لا احلل ما حرمه الله ولن احرم ما حلله الله، خصوصا في مدونه الاسره. وكانت موضوع خطاب ملكي سابق واضح وباين. يعني مدونه الاسره باش نقدر نناقش معكم ونعطيكم مقتضيات ديالها خصها تكون في يدي وخارجه مصادق عليها في المجلسين وخارجه في الجريده الرسميه، وامور مضبوطه باش نبقى نخرج نناقش شي اشياء باقا في الوهم. الحوت في الماء راه ما كيتباعش، الا كنتي تشري الحوت في الماء راه خاصك تنقص شي شويه من شراء الحوت في الماء. المغاربه راه عزيز عليهم يشريو الحوت في الماء، يبداو يناقشوا اشياء مستقبليه. وباش نهضر معاك مثلا موضوع ديال الاعتقال، راه من اللعب والعار اننا باقي نمشيو نعتقلوا رجال ما عندهمش فلوس باش يخلصوا على وليداتهم، ومازال من اللعب والعار اننا نشوفوا رجال كيساوموا وليداتهم عند القضاء، كيمشي يعطي المحامي مليون باش القاضي يحكم ليه نفقه قليله. هذوك راه ولادك، راه ما نرضاش بقاضي يقول لي شحال نعطي لولادي، الا قال لي 2000 نعطيه 4000، ولا لا يوصل شي واحد للطلاق. موضوع الطلاق في المغرب راه موضوع كارثي، الا كان شي خطا في المدونه ولا كانت شي حاجه ماشي اللي راه غتكون اكثر من كارثه، اكثر من قنبله. يكفي ان الظروف الاجتماعيه هربت لنا الشباب على الزواج، ما نزيدوش مدونه الاسره بشي مقتضيات اللي تهربنا. انا كنوجه الكلام ديالي مثلا للسيد وزير العدل بالافكار ديالو ومجموعه ديال الاشخاص، مع العلم ان الحمد لله مدونه الاسره واقفين على ناس اللي ما غاديش يخيبوا لنا الظن ديالنا، وغادي تكون الامور مضبوطه. غير هو العقوبات البديله ندخلوها شي شويه في هذا النطاق هذا، نهضروا شويه على العقوبات البديله. بركه من نعمروا في السجون بناس ديال النفقه الزوجيه، راه كثرنا. كتلقى مشدود 70 واحد هو ما عندوش باش يخلص، كتجي عندك المراه كتوفر لها شي حاجه خصك تعطيها، هو ما عندوش كيطلق، كتجمع ليه النفقه، كتصيفطوا للحبس، كتجي عندك الزوجه كتقول لك ما خلصنيش، كديه انت مثلا للحبس، اش كيطرا؟ كتقول لها سيري في حالتك راه ديتو للحبس، هو كتصرف عليه في الحبس، وهي كتصيفطها تمشي معاه فين تقلب على الفلوس. وشنو استفدتي انت من العقوبه السجنيه ديالو اللي كتخسر عليها الفلوس؟ ما تعطيوش لديك الزوجه مثلا، ما ديروش شي صندوق بلاصه ما نشدوا دوك الناس نخسروا عليهم 150 درهم 60 درهم في السجن من الحراسه ديالو والاكل ديالو الطبيب ديالو وغيرها، نعطيهم لديك الزوجه. الا كنا نناقشوا مدونه الاسره نناقشوها بقانون، ندخلوا عقلنا ونطرحوا اسئله تكون تفيد المجتمع وتفيدهم حتى هما الناس اللي في صناعه القرار. ما نبقاوش نناقشوا كحكم، راه داروا في مدونه الاسره، اش داروا؟ فين مدونه الاسره عندك انت؟ جابها لك عمك، ما عند حتى شي واحد مدونه الاسره، ما كاينش لاش نناقشوها. الا كانت مناقشه نناقشوا مناقشه صحيحه، نهضروا على العقوبات البديله اللي كطرا، السجن اللي كيمشيو ليه الناس ما عندوش اصلا الفلوس باش يخلصوا، نهضروا على الاسباب ديال الطلاق، نهضروا على العجز على الطلاق، نهضروا على المشاكل الحقيقيه اللي كطرا، نديروا دراسات، نديروا ابحاث ونناقشوها كمجتمع مدني، كصحفيين، كمحاميين، وندخلوا المقتضيات الدينيه والشريعه والقانونيه، حيت القانون ولا كيسمع ولا كيطغى ولينا فعلا كنتغاضاو على مجموعه ديال القضايا الدينيه ومجموعه ديال الاشياء امام اشياء اللي كتفرض نفسها اليوم في الواقع، مع العلم ان لا شيء يفرض على فوق الشريعه الاسلاميه. كان في الفصل السابق الفصل 400 راه كانت بالنسبه للمراه القاضي كيشرع عليه مثلا المذهب المالكي عنده كيفاش يخرج الا ما كانش مقتضى قانوني شي حاله من الحالات الزوجيه ما واضحاش في القانون، القاضي عنده المشرع عطى للقاضي حق انه يتوسع ويعطي الاجتهاد. هذا الشيء خصنا نقصوا منه، وخصنا نقصوا ونزيدوا كذلك افكار جديده. ولكن ملي كتبداو نتوما كمجتمع ديالكم اللي الشيء اللي كيضركم كتبداو تناقشوا باشياء سلبيه، الله يرحم الوالدين قدر الله ما شاء فعل، نهار يخرجوا شي مقتضيات ويخرجوا ناقشوها بعقلنا. وكنوجه رسالتي انت اللي كتشوف هذا الفيديو وقدرتي توصل حتى لهاد اللقطه هذه، ما تعمرش راسك بشي اشياء خايبه. راه كاع اللي كيهضروا هنا بؤساء، راه ما فاهمين والو،
انت اللي كنتي كتفرج شد شي وثيقه مكرشي من وزاره العدل ولا شي مدونه خارجه في الاخر عاد حكم. اما هاد البؤساء اللي كيهضروا هنا راه الخوي الخاوي، راه ما كاين والو، راه مازال ما كاين حتى شي حاجه في مدة الاسره. يلاه تعطى التعليمات، يلاه الاجتماعات، يلاه المناقشه عادي يخرجوا. اما ديك المقتضيات اللي كيخرجوا موضوع مناقشه، يقدروا يمشيو للمجلسان ويوقفوا، يقدروا يدخلوا مجلس النواب واحد ما يصوتوش عليه كاع الاغلبيه مثلا. والله يرحم الوالدين. نتمنى يكون الميساج ديالي واضح. السلام عليكم. صباح الخير عليكم، صباح النور، كنتمنى تكونوا بالف خير يا رب، وذكرى مولد نبوي سعيده ان شاء الله تعالى تنعاد عليكم، على الاسر ديالكم، على الاهالي ديالكم بالصحه والسلامه وطول العمر باش ما تمنيتوا. شحال من وقت دخلت التيك توك ولا حطيت شي فيديو ولا شادني شي عكز بزاف المواضيع بغا نتحدث عليها، ولكن باش نهز التليفون ونصور ما واقيش قاعده على عين، ولكن فيديوهات كثيره خرجوني على الصمت ديالي اللي كتعلق بالمدونه. من البارح اليوم اغلب النساء في التيك توك طالقين ديك الاغنيه ديال نجاة عتاب واش سمعتوا المدونه والله ينصر سيدنا وكذا وكذا. ملي دخلت كنقرا التعاليق كنلقى ماشي حتى غير التعاليق، كنلقى بزاف ديال الصفحات ناشرين انه كاينه مجموعه من التعديلات اللي طالت مدونه الاسره. الله يجازيكم بخير. باش سميتو باش نصح هذه المغالطه بلاتي اليوم شحال في التاريخ اليوم 28 في شهر 9 2023 ما كاين حتى شي تعديل. الملك كان عطى التعليمات ديالو باش تكون تعديلات لمدونه الاسره. المدونه الاسره اللي كملات 20 سنه من التطبيق ديالها من 2004، وهي اللي باقيين خدامين بها دابا، وهي اللي غنبقاو خدامين بها. كاينه دابا مقترحات قوانين، وهاد المقترحات القوانين يلا غادي يبداو يناقشوها ابتداء ان شاء الله تعالى من السنه الجايه، وكاين واحد المسطره خاصه غادي نحدثكم عليها في الفيديوهات القادمه باذن الله تعالى ويطول الله في العمر. ما كاينش ديك القضيه تاع الولايه غتولي الولايه 100% للمراه. مين جبتوا هاد الهضره؟ حكا راه والراجل اللي طلق المراه حكا يبقى يصرف عليها، عرفتي شي مغالطات. وكنلقى المشكله الفيديو واصل تقريبا نص مليون مشاهده وشحال ديال الناس مبارطاجين والناس كيكتبوا عباد الله خذوا المعلومه من عند اصحابها. هذا اللي كنشر لكم هذا الفيديو. كندخل كنلقى السيده كدير روتين اليومي لا علاقه لها بالقانون لا من قريب ولا من بعيد. راه ممكن بوحديتكم ببحث بسيط ما تحتاجوا حتى شي واحد انه يقول لكم واش فعلا كاينه تعديلات ولا لا. دخلوا غير لجوجل وقلبوا، راه ما كاينش شي تعديلات. هذه المساله تاع الولايه حتى الولايه غتولي من حق المراه 100% ما كايناش. والمساله ديال حق الراجل لا طلق غيخلي المراه الدار ما كايناش. كونوا عقلانيين الله يجازيكم بالخير. نتوما كتسمعوا الضرب تعاودوا الضريضرات. وعرفتي صباح اليوم التيك توك كامل واش سمعتي المدونه والله عرفتي. على اكثر ما كنعلق كنكتب لهم عباد الله راه هادشي راه ما كاينش والو. كتلقى الفيديو قلت لكم واصل نص المليون مشاهده وكثر. واحد السيده عندها تقريبا 3 مليون ونص ديال المتابعين وتا هي حاطه هذه المساله حشومه وعيب وعار. وكاين اللي كيثيق بهذا الشيء. كاين شي عائلات كاتبين انا مضاربه مع الراجل على حساب الولايه كنبغي نحول وليداتي واش بصح هذا الشيء طبق قدام نمشي نسول في المحكمه. وكيجاوبوا شي وحدين بكل وقاحه تيقول لي طبق. زعما اش غنقول لكم الله يهديكم على نفوسكم. على قبل باش تجمعوا اللايكات وهذا وتفعلوا دوك الصفحات ديالكم كتكذبوا على الناس. كنعاود نكرر اليوم 29 في شهر 8 في شهر 9 2023 ما كاينش شي تعديل. التعديلات ان شاء الله تعالى مرتقبه السنه الجايه. وكيف قلت لكم المسطره ديال التعديل كتاخذ وقت وكتكون مجموعه من الاقتراحات وكتعرض على صاحب الجلاله ملي كيخرجوا واحد المستخلصات ديال القوانين. فالله يجازيكم بالخير. حنا حاليا باقيين خدامين بالمدونه ديال 2004 ونقطع السطر. ما كاين حتى شي تعديل كيخصها. نهار غادي يكون التعديلات، نهار غيتوافق على القانون وغيتنشر في الجريده الرسميه، كونوا متاكدين الى طول لي الله في العمر غنكون اول وحده غنحط لكم المعلومات كامله. ولكن شي تعديل حالي راه ما كاينش بالبت والمطلق. اصبحكم